النهاردة هنتكلم عن 8 عادات صغيرة ممكن تكون بتأذيك نفسيا من غير ما تحس. 1. إنك ما تسألش نفسك أنا حاسس بإيه فعلا. إمتى آخر مرة وقفت مع نفسك وسألتها بجد أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ مش تمام أو ماشي الحال، لا بجد. لما بنطنش مشاعرنا هي ما بتموتش، بالعكس بتتركن جوه وتفضل تعلى، ومع الوقت بتتحول لتوتر أو قلق أو حتى انهيار. 2. إنك تمسك الموبايل أول ما تصحى. خلينا نعترف أغلبنا بيعمل كده، نفتح عينينا أول حاجة نعملها نصحى بالموبايل. بس المشكلة إن أول كام بوست أو خبر بتشوفهم ممكن يملوا دماغك قلق قبل حتى ما تقوم من السرير. 3. إنك تقول أنا كويس وإنت مش كده. الاعتراف بالمشاعر مش ضعف، كل مرة بتقول تمام وإنت مش تمام جسمك بيتأثر من غير ما تحس. 4. الأكل من غير وعي، زي التمرير اللانهائي على الموبايل، الأكل بدون انتباه بيخليك تنفصل عن اللحظة. 5. إنك تقول لكل حاجة وإنت عايز تقول لا، إرضاء الناس بيستهلكك أكتر من ما تتخيل. 6. إنك تسيب المهام الصغيرة تتراكم، المهام اللي بتقول عليها هعملها بعدين دماغك بتفضل شايلها في الخلفية، وده بيعمل توتر من غير ما تحس. 7. إنك تقارن نفسك بالناس على السوشيال ميديا، حتى لو عارف إن الصور دي متصنعة، المقارنة بتوجع، الدماغ بتصدق اللي بتشوفه أكتر من اللي بتعرفه. 8. إنك تفضل تحاول تكون إيجابي طول الوقت، الإيجابية القهرية مؤذية أكتر من ما تتخيل. مش لازم تكون مبسوط دايما، مسموح تزعل، تتعب، تغلط، ممكن تكون ممتن ومتألم في نفس الوقت. أي عادة من دول لمستك ما تقلقش، أنت مش لوحدك، كلنا بنقع في دوامة التفاصيل، بس أول خطوة دايما هي إنك تلاحظ، ومن هنا تبدأ رحلتك ترجع تبقى قريب من نفسك تاني.